يا لهوي على اللي جرالي وعلى اللي شفته بعينيا. عارفين يا جماعة حصل لي إيه؟ اسمعوا القصة دي للآخر، هتلاقوا فيها حكاية غريبة وفي نفس الوقت فيها عبرة كبيرة. أنا عايشة في شقة لوحدي من فترة، وشقتي جنبها شقة راجل كبير في السن عنده حوالي 60 سنة، بس ولا عمري شفته وأنا حتى سلمت عليه رغم إني ساكنة من مدة. الشقة بتاعتي كانت حيطتها اللي بيني وبينه فيها مشكلة، وكل يوم بحس إن صوت الشقة التانية واضح، ولما ركزت أكتر حسيت إن الحيطة دي ضعيفة لدرجة إني ممكن أشوف جوه الشقة التانية. بصراحة خضت، مش عشان أي حاجة بس عشان خصوصيته وكمان علشان الأمان. المهم قلت أتصرف وخبطت على باب شقته، وكنت ناوية هبلغه بالمشكلة. فتح الباب وطلع راجل وقور شكله طيب ومحترم. قال لي: اتفضلي يا بنتي، في حاجة؟ قلت له: أنا جارتك وساكنة هنا بقالي فترة، والحيطة اللي بينا شكلها متشققة، وكل حاجة من عندك بقت باينة، وصوتك كمان واضح، فقلت أجي أقول لحضرتك يمكن نشوف حل. ابتسم وقال: والله يا بنتي أنا فعلا ما كنتش واخد بالي، اتفضلي نشرب قهوة ونتكلم. دخلت وقعدت وشربنا القهوة وابتدينا نتكلم. قلت له: أنا لاحظت إن حضرتك عايش لوحدك، وما شاء الله شكلك محافظ على نفسك، بس غامض شوية، إزاي لحد السن ده ولسه ما اتجوزتش؟ ابتسم وقال: دي حكاية طويلة يا بنتي. أنا كنت شغال مهندس وكنت مركز في شغلي جدا لحد ما العمر جري، وكان عندي شوية ظروف نفسية ما ساعدتنيش أبدأ حياة أسرية. قلت له: ظروف نفسية؟ زي إيه يعني؟ قال: كنت دايما حاسس إن مش كفاية، ما كانش عندي ثقة في نفسي، حسيت إن أي واحدة مش هتتقبل وضعي، فوقفت حياتي. بصراحة كلامه لمس قلبي، حسيت إني قدام راجل طيب عاش عمره كله وحيد، واللي وجعني أكتر إن الحيطة المكشوفة كانت السبب اللي خلاني أشوف الوضع ده. قلت له: بص حضرتك، كل إنسان عنده حاجة بتفرده، ومفيش حد كامل، وكتير من الناس بتمر بظروف بتخليها تتراجع، بس المهم إننا ما نستسلمش، دايما في فرصة نبدأ من جديد. هو اتأثر بكلامي وقال: أنا فعلا كنت فاكر إن مفيش فرصة، بس كلامك رجعلي أمل ما حسيتوش من زمان. من هنا بدأت العلاقة بينا تبقى أعمق، بقينا نتكلم وهو بدأ يخرج من عزلته وبقى يضحك ويتكلم. وقال لي مرة: أنا أول مرة من سنين أحس إني مش لوحدي. وقتها أنا اتشجعت أكتر وقلت له: طب إيه رأيك نبدأ من جديد سوا؟ اتخض وقال لي: أنتي بتقولي إيه؟ قلت له: أنا مش شايفة فيك غير كل حاجة كويسة، مش مهم السن ولا الماضي، إحنا اللي بنرسم حاضرنا. وفعلا بعد تفكير واتفاق اتجوزنا، وهو بعد صنايعي يرمم الحيطة وقال لي: مش بس الحيطة اللي اتصلحت، دي حياتي كلها بدأت تتصلح. بقيت بدعمه نفسيا بكلمة طيبة بابتسامة، كنت كل يوم أقول له: أنت مهم وأنت تستاهل تعيش سعيد. ومع الوقت بدأ يهتم بصحته، وبقى ياكل أكل صحي ويقوم من النوم مبتسم. كان بيقولي دايما: كلامك شجعني، خلى عندي طاقة. أنا من ناحيتي كنت مؤمنة بيه وبقدراته، ومش شايفة فيه أي نقص، بالعكس شايفة فيه راجل بجد محترم واعي وطيب. ولما الناس كانت تستغرب إننا اتجوزنا رغم فرق السن، كنت دايما أقول لهم: أنا اخترت إنسان مش رقم في البطاقة. العبرة من القصة: في ناس كتير بتعيش في عزلة بسبب مشكلة أو خوف، وبيفضلوا كده سنين لحد ما يحكموا على نفسهم بالنهاية وهم لسه عايشين. بس دايما في أمل، الكلمة الطيبة بتفتح باب كبير للفرصة. الإنسان مش كامل وكلنا عندنا مشاكل، بس الدعم والمعنوية والثقة بتصنع معجزات. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان توصلك كل الحكايات الجديدة اللي فيها عبرة ودفء إنساني. استنوني في حكاية جديدة من قناتكم نونا والحكاية. سلام، لحد اللقاء الجاي بحكاية تمس القلب وتسيب جواك أثر.